جولة يعني اللي جاب فيها نقط الأسبوع ده يبقى من الأساطير، يبقى من أساطير اللعبة دي والله. ليه كده؟ ليه كده يا فانتزي؟ ده أنا ما صدقت فرحت وخدت نفسي شوية، ليه تيجي عليا وجيت عليا جامد أوي؟ ما تيجي نشوف كده أنا جبت كام، بس قبليها ما تنساش تكتب لي أنت جبت كام في الكومنتس، ها؟ ما تنساش تكتب لي. أنا الأسبوع ده الحمد لله عديت الأفريج، جبت 44 نقطة، سيلسي في الجون جاب لي 3 نقط، فارديول راجل جاب لي 9 نقط، ليفرامينتو انت فنان ليفرامينتو، والله والله انت فنان، وكمان انا بحبك، جاب لي 11 نقطه، ميتشل جاب لي نقطتين بس. خط النص بقى وجمال خط النص، ساكا جاب لي نقطه، دانجو اوتارو جاب له نقطتين، التاني جوله على التوالي بلانك جاب لي نقطتين برده، اخوه اسماعيل الصغر جاب لي برده نقطتين. الهجوم بقى مرموش نقطتين، ابن بلدي برده خذلني الجوله دي، لارسن وحلاوه لارسن جاب لي احلى 6 نقط، وكنت مكابتن الاسمراني ايزاك، بس ايزاك عمل كل حاجه، كان بيضيع كل الفرص ما شاء الله، جاب لي 4 نقط بس. خلصنا كلام بقى عن التشكيله بتاعتي، تعالى بقى كده نشوف الليج اعلى واحد معانا في جاب كام، بس قبليها طبعا كل مره هقعد اقول لك ان كود الليج هيطلع قدام. خش يا صاحبي الليج، اعلى واحد معانا في الليج ده الاسبوع جاب 74 نقطه، تشكيلته اسمها روزا وهو اسمه يوسف اسامه. الاسبوع ده يوسف كان مستخدم خاصيه الاسيستنت مانجر اللي هي المدرب المساعد، وكان جايب جلازنر جاب له 8 نقط. في الجون كان عنده رايا جاب له نقطتين بس، عنده برده ليفرامينتو جاب له 11 نقطه، منوز جاب له 8 نقط، وعنده فارديول جاب له 9 نقط. خط النص بقى عنده الفنان ميرفي جاب له احلى 16 نقطه، وعنده الشيخ امبويمو جاب له 3 نقط، وعنده الباكايو ساكا جاب له نقطه واحده بس، وطبعا عنده المو صلاح جاب له نقطتين. في الهجوم كان مكابتن الاسمراني برضو ايزاك جاب له 4 نقط، وعنده رفاعي الدسوقي ماتيتا جاب له 8 نقط، وطبعا عنده ابن بلدي الثاني مرموش جاب له نقطتين بس. خلصنا كلام بقى عن الاسبوع اللي فات، تعالى بقى نخش نتكلم على اول ماتش معانا في الاسبوع الجديد ما بين السيتي وكريستال بالاس. انا حاسس ان الكلين شيت هيبقى صعب يبقى مضمون للفريقين، بس هرجع واقول لك ان الاضمن ان اللي ممكن يطلع بكلين شيت بس بنسبه قليله جدا هو السيتي. فلو عندك فارديول لعبه، عشان كمان لو الكلين شيت راح ممكن يا اما يعمل لك اسيست او يجيب لك جول. في الهجوم بقى اقول لك تجيب في نص الملعب، لو عندك سافيو لعبه، عشان انا حاسس ان هو ممكن يبتدي الماتش ده بعد ما ريح الاسبوع اللي فات. وكمان انا احساسي الماتش ده هيبقى تالق دوكو هيبقى خيار ديفرنشال حلو قوي الاسبوع ده لو تالق. وطبعا في الهجوم ابن بلدي مرموش. نخش بقى نتكلم على كريستال بالاس، لو عندك حد من الدفاعات قعدهم باستثناء طبعا منوزه عشان بيتقدم كتير وممكن يا اسيست او جون. في الهجوم بقى الثلاثه اللي احنا متعودين عليهم، طبعا في الهجوم دفاع دسوقي ماتيتا اللي كمان الجوله دي عنده دبل، فطبيعي يبقى عندك ماتيتا او كمان اسماعيل الصار او ايزي. لو عندك اي حد من هجوم كريستال بالاس لعبه. نخش بقى نتكلم على تاني ماتش معانا اللي اتمنى يا رب يخلص سكور ما بين برايتون ليستر خلاص فريق استسلم من الهبوط فمالناش دعوه بيه نهائيا، الكلين شيت هيبقى مضمون بنسبه كبيره جدا لبرايتون. فلو عندك اي حد من دفاعاتهم لعبوا، عندك فيربلوجن الجون، عندك استبنيان هيبقى خيار ديفرنشال حلو قوي الجوله دي فلعبه. واقول لك على تاني لعيب معانا الياباني ميتوما اللي اتوقع ممكن يتالق الجوله دي، والتالت لعيب معانا هو في الهجوم هو جوا بيدرو. نخش على الماتش اللي بعد كده اللي برده اتمنى يخلص بسكور ما بين ساوثهامبتون واستون فيلا. ساوثهامبتون هبطت فمالناش دعوه بيه، ركز لي بقى في استون فيلا الكلين شيت هيبقى مضمون. بس عايز اقول لك على تريكايه، لو عندك لوكاس دين فكر اكتر من مره انك تلعبه عشان بيحصل عليه روتيشن كتير جدا وبيلاعب مكانه ماتسن. ركز بقى في خط النص والهجوم، عندك في خط النص عندك راشفورد وعندك اسينسيو وعندك روجرز، عندك اي حد من الثلاثه دول لعبه. وكمان انا برجح لك انك تجيب راشفورد عشان ممكن ينفجر الماتش ده. في الهجوم بقى برضو عايز اقول لك على تريكايه على واتكنز، لو عندك لعبه، بس واتكنز مش مضمون انه يبتدي اساسي، كمان ان هم لسه عندهم ماتش في الشامبيونز ليج، فممكن اي لعيب منهم اللي انا قلتهم دول يتصابوا، فاستنى بعد الماتش ابدا اعمل تغييراتك وركز مع استون فيلا. نخش بقى نتكلم على الماتش بعد كده اللي اتوقع هيبقى ماتش حلو الجوله دي ما بين نوتنجهام فورست وايفرتون. الكلين شيت صعب يبقى مضمون للفريقين عشان هجوم الفريقين ممكن اي فريق يخطف له جون، فتعال نشوف نعتمد على مين في الهجوم الماتش ده. نوتنجهام فورست بعد اصابه وود الهجوم بقى سيء جدا، فممكن اقول لك على 2 اللي هم ممكن يعملوا حاجه الماتش ده. اقول لك على
إيلانجا، وهقول لك كمان على عوني اللي بيلعب مكان كريس وود. الناحيه الثانيه من ايفرتون هقول لك برده على اثنين، هقول لك على بيتو المهاجم بتاعهم اللي ماسك فورمه كويسه. هو بلانك الماتش اللي فات بس يعتبر ماسك فورمه كويسه. وتاني لعيب هو دوكوري اللي اتوقع ممكن يا يعمل اسيست او يجيب جون الاسبوع ده. نخش بقى على الماتش اللي بعد كده ما بين ارسنال وبرينتفورد. ارسنال الفريق اللي متعنا والله في الشامبيونز ليج، ومتعني انا شخصيا. انا حاسس ان الماتش ده الكلين شيت هيبقى مضمون بنسبه كبيره جدا لارسنال، عشان طبعا اللي عملوه في الشامبيونز ليج وكمان الماتش على ارضهم. فلو عندك تمبر لعبوا، عندك رايا كمان خليهم في الملعب. في الهجوم بقى هقول لك على اثنين، هما الاثنين خط النص. هقول لك على ساكا وميكيل ميرينو. لو انت شاكك ان ساكا مصاب ما تقلقش، عشان ارتيتا طلع قال ان اصابته خفيفه واتوقع ان هو هيلعب الماتش الجاي. اقول لك برده من برينتفورد على لاعبين اللي ممكن يضيعوا الكلين شيت، الاثنين الافارقه اللي احنا بنحبهم. شيخ المفضل الشيخ امبويمو اللي اخر فتره مش ماسك فورمه كويسه، متضايق منك يا شيخ. وطبعا تاني لعيب هو المهاجم يان ويسا. نخش بقى نتكلم عن الماتش اللي اتمنى الفرقه دي تصالحنا ما بين تشيلسي وايبسويتش. ايبسويتش نفس الكلام، فريق تعبان، بس ممكن اقول لك على لعيب واحد بس اللي اتوقع ان هو ممكن يضيع الكلين شيت بتاع تشيلسي، هو ديلاب المهاجم بتاعه. الناحيه الثانيه زي ما انا لسه قايل الكلين شيت المفروض يبقى مضمون. هقول لك بقى على لعيب ديفرنشال حلو قوي هو ريس جيمس في الدفاع، وطبعا لو عندك كوكاريلا لعبه. اقول لك بقى برده على اثنين في الهجوم، هقول لك طبعا على الكول بالمر اللي اتمنى يعمل حاجه مع عوده المهاجم بتاعهم جاكسون هيبقى خيار ديفرنشال حلو قوي الجوله دي، عشان جاكسون مهاجم يعني هو بيضيع فرص كتير بس ممكن يتألق الجوله دي. نخش على الماتش بعد كده اللي ما بين ليفربول ويست هام مالناش دعوه بيه، عشان انا حاسس ان هي مش هتقدر تعمل حاجه الماتش ده، عشان حاسس ان ليفربول الصراحه كده هتدوس عليها بعد الخساره الاخيره، عشان كمان الماتش على ارضها واكيد عايزه تراضي جماهيرها. فالكلين شيت هيبقى مضمون بنسبه كبيره ليفربول. لو عندك فان دايك لعبه. في الهجوم بقى وحلاوه الهجوم هقول لك بقى على ثلاثه في الهجوم اتمنى ان هم يتالقوا. اولهم طبعا ابن بلدي المو وتحياتي للمو اللي اتمنى يرجع يتالق تاني من الماتش ده. وتاني لعيب هو لويس دياز، واخر لعيب هو جوتا اللي ممكن يتالق الماتش ده. نخش على الماتش اللي بعد كده اللي ما بين وولفز وتوتنهام. انا حاسس ان الكلين شيت هيبقى صعب يبقى مضمون للفريقين، عشان الفريقين دفاعاتهم وحشه جدا. بس هقول لك على حاجه، لو عندك ايات نوري من وولز لعبوا، عشان ممكن يعمل لك اسيست او كمان ممكن يجيب لك جول. تعالى بقى نشوف الهجوم نعتمد على مين. نبتدي بولز، هقول لك على لارسن النرويجي اللي مدلعنا مكان ايرلينج الاسابيع اللي فاتت دي كلها. وتاني لعيب هو في خط النص بيل جاردي. الناحيه الثانيه من توتنهام هقول لك على ثلاث لعيبه او لاعبين كمان، هقول لك على سولانكي المهاجم بتاعهم، هقول لك على كمان جونسون في خط النص، وكمان ماديسون. هم اخطر ثلاثه في توتنهام واللي ممكن يعملوا حاجه قدام دفاعات وولفز. مش بقى نتكلم على قمه الجوله دي ما بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد. كلين شيت انا حاسس ان هو هيبقى مضمون بنسبه كبيره جدا لنيوكاسل. فلو عندك اي حد من دفاعاته لعيبه، عندك كمان ليفرامنتو اللي انا قلت عليه الاسبوع اللي فات وتالق، انا فنان لعبه طبعا الجوله دي. في الهجوم بقى هقول لك على هارفي بارنز في خط النص، وهقول لك كمان على عايزك تحط بس عينك عليه جواي لينتون، عشان بيتالق في الماتشات اللي بتتلعب قدام يونايتد، دي تريكايه. وطبعا لو عندك ميرفي خليه عشان عندهم دبل. وطبعا في الهجوم الاسمراني ايزاك حبيبنا اللي زعلنا الاسبوع اللي فات، بس اتوقع الاسبوع ده في الجوله الدبل هيراضينا. لو عايز تعمل تريبل كابتن على ايزاك اعملها يا باشا، وانا في ظهرك بشجعك. نخش على الماتش اللي بعد كده اللي ما بين بورنموث وفولهام. الكلين شيت صعب جدا يبقى مضمون للفريقين، عشان الفريقين فايقين جدا في الهجوم. فتعالى نشوف نعتمد على مين من بورنموث بالذات الماتش ده. اقول لك طبعا على في الهجوم ايفنيلسون اللي ماسك فورمه نار من ساعه ما رجع من الاصابه. والتاني اللعيب هو اخطر لعيب في الفرقه بعد ايفنيلسون بعد اصابه كريفرت هو سيمينيو في خط النص. والناحيه الثانيه برده من فولهام اقول لك على لاعبين اتنين بس، اقول لك على مونيز المهاجم بتاعهم اللي ماسك برده فورمه كويسه يعتبر اخر كام ماتش، وايوبي اللي تالق الماتش اللي فات. نخش بقى نتكلم على اخر ماتش معانا في الجوله، وهو ماتش الدبل الجوله دي ما بين نيوكاسل وكريستال بالاس. الكلين شيت صعب يبقى مضمون للفريقين، عشان الفريقين فايقين جدا في الهجوم. بس اقول لك برده اللي ممكن يطلع بكلين شيت هيبقى الاقرب هو نيوكاسل. تعالى بقى نشوف نعتمد على مين. طبعا ايزاك الاسمراني وكمان هارفي بارنز وميرفي. والناحيه الثانيه من كريستال بالاس رفاعي الدسوقي ماتيتا واسماعيل الصار وايزي. خلصنا كلام بقى عن الماتشات، نخش بقى على فقرتي المفضله، فقره الكابتنه. طبعا مضمون وريسك. في المضمون المو
ما اقدرش اشيلك يا مو. والتاني لعيب اللي عنده دبل طبعا الجوله دي هو الاسمراني ايزاك. خش لي بقى في الريسك وحلاوه الريسك، اقول لك على واتكنز، وكمان هقول لك على جاكسون، وطبعا اقول لك على اتنين من اللي عندهم دبل. اقول لك على ميرفي هيبقى خيار كابتنه ديفرنشال حلوه قوي الاسبوع ده، بس طبعا لو ظبطت. واخر لعيب معانا هو الحاج رفاعي الدسوقي ماتيتا. وبكده اكون خلصت واكون قلت لك وفكرنا مع بعضينا تعمل ايه قبل الاسبوع ال 32 من فانتزي البريمير ليج ما يبتدي. انا بقى كل اللي عايزه منك طبعا ان كود الليج هيطلع قدامك، خش يا صاحبي الليج. وطبعا ما تنساش تعمل اهم حاجه اللايك الجميل والسبسكرايب، وطبعا انك تستنى الفيديو الجاي. سلام.